السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى كلكم تكونوا بخير بألف خير وبصحة جيدة. اليوم فيديو جديد وغنديروا حلقة جديدة من المسلسل الجديد حورية، الحلقة رقم 43. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد، وما تنسوناش في لايك والآراء ديالكم في التعاليق. نخليكم مع الحلقة وفرجة ممتعة. البداية ديال الحلقة مع شيماء والزوج ديالها هنا كيتفقوا على الطلاق. قال لها خاصكي ضروري توقعي على الاوراق ديال الطلاق، ولكن هي المره الاولى ما بغاتش. من بعد هي تقول ليه صافي، ممكن انني انا نوقع لك على هاد الاوراق اللي انت باغيهم. وقعت عليهم وعطاتهم ليه. من بعد هي تدخل الابنه ديالها، قالت لهم اشنو هاد الشيء، شنو اللي وقعتي عليه الام ديالي؟ هي تقول لها اجي يا بنتي. من بعد هي تقول لها بان هادو اوراق ديال العمل فقط. ناض الاب ديالها هو يقول لها بان هادو ماشي اوراق ديال العمل، هادو الاوراق ديال الطلاق، وقررت انا والام ديالك غنطلقوا. من بعد يومين غادي نكونوا كملنا الاجراءات القانونيه ديال الطلاق. هنا الابنه تاثرت بزاف، وهي تقول لي انا غادا نبقى مع الام ديالي. قال لها بالنسبه غادا تبقاي معايا انا 3 ايام، الام ديالك 4 ايام في الاسبوع. وقالت ليه لا، ما غاداش نبقى معاك، انا غنبقى مع الام ديالي دائما، وغادا نبقى في هاد المنزل، والا بغيتي تجي تشوفني ممكن انك تجي. صافي من بعد خرجات، وبقات الام ديالها مع الاب ديالها كيشوفوا في بعضياتهم. وقال لها هاد الموضوع ديال الطلاق خاصنا صافي نساليوه في اقرب وقت. حورية كتوصي السائق باش يعتني بجاد، وقالت ليه اعتني به عافاك وبلا ما نحتاج نوصيكم. هنايا جاوباتها السيدة وقالت لها غير كوني هانية، بان جاد غادا نديرو في عينيا وغادا نعتني به. وهي تقول لها سعدات جاد بيك، عنده ام بحالك كتعتني به وكتهتم به. وكانت عندي انايا الام اللي غتعتني بيا وتهتم بيا، ما غاداش نبقى في هذا القصر نهائيا. من بعد حورية طلبات من سيدة وقالت لها ممكن انك تعطي هذا الرسالة للابن ديالي جاد، راه غادي يقراها وغادي يفرح بزاف. قالت لها غير كوني هانية وانا غادا ندوزلك في اي اتصال بغيتي، ممكن انك تتصلي بيه وغادا تهضري معاه، هو غادي يسمع صوتك وغادي يفرح بزاف. من بعد شكرات. وهنايا يعقوب جا عند جاد الغرفة ديالو. هنا جاد بدا كيضرب فيه وكيقول له فين هي الام ديالي، اشنو درتي ليها، انت رجل قبيح بزاف. هنايا يعقوب هز جاد ولاحو فوق السرير وقال له انت طفل ما مربيش، الام ديالك ما رباتكش مزيان، وانا غادا نعاود نربيك مزيان وبطريقه احسن. من بعد غلق عليه الغرفه ومشى. هنا كريم جاء المكتب ديالو، تكلم مع المحامية وقال لها خصنا نوضعوا شكاية ضد يعقوب تشافين. هي تقول ليه علاش؟ قال لها بأنه قتل الابن ديالو. قالت لي ما عندنا حتى شي دليل باش نوضعوا هاد الشكاية. قال لها غادي نجمعوا جميع المعلومات اللي عندنا وغادا نحاولوا أننا ندفعوهم ضده. هنا زوجة أمجد جات باش تحل الباب على جاد، ولكن لقات الباب مغلق. من بعد هي تقرر أنها توضع ليه رسالة من تحت الباب باش يمكن جاد يقراها. وداكشي اللي دار جاد، خدا هذيك الرسالة وقرا الأم ديالو كتبا ليه ما بقى والو ولدي، وغادا نتجمعوا مع بعضياتنا، غير صبر هاد المدة غادا دوز بسيطة، وإن شاء الله غادا نتجمعوا مع بعضياتنا، غير كون هاني وبلا ما تقلق وصبر مع الجد ديالك. وكان حزين بزاف. الابنه ديال شيماء وكريم هنايا كانت معصبه بزاف وكتبقى غير كتاكل، وكانت كتسمع في نفس الوقت الام ديالها كتهضر مع شخص اخر وكيقول لها وشنو درتي، واش انتي وقعتي على الاوراق ديال الطلاق، راه كلشي غادي يسالي وهادشي غادا تندمي عليه من بعد. قالت ليه لا، ما غاداش ندم عليه نهائيا، انا غادا نمشي عند القاضي وغادا نقول ليه ما غاداش نطلق في اول، من طبيعه الحال في اول جلسه، غادا تاجل الجلسه على 6 شهور. ومن بعد غادي يكون كريم رجع ليه العقل ديالو. قال له واش بهاد التفاهه غدا كريم يرجع ليه العقل ديالو، غادي يزيد يتعصب اكثر واكثر. قالت لي ما عندي حتى شي حل اخر، ما اختار هذا الحل الوحيد اللي عندي، لانه هو ضغط عليا باش نوقع الاوراق ديال الطلاق وانايا وقعتهم. داكشي علاش غادا نقول للقاضي هذا الكلام هذا. الرجوع ديال حورية من المحكمة، رجعت بالأغراض ديالها والأبناء ديالها إلا جاد. وهنا الابن ديالها واحد فيهم قال لها ما رجعناش بجاد، وهي قالت لي غير كون هاني غادي يجي، انا ما غاداش نقدر نعيش بعيده على واحد من اولادي. وسولات واحد السيد قالت لي واش تقدر تعيش بعيد على الاولاد ديالك او الوالدين ديالك؟ قال لها انا عشت غير في الميتم.
وهي تقول ليه كنعتذر ما كانش كيسحب لي انك عشتي في الميتم، داكشي علاش سولتك. قال لها ماشي مشكل. من بعد ما مشاو وهي تقول ليه حنا دابا يا استقرينا هنايا وغادا نجلسو هنا، ولكن مازال خاصني نجيب جاد لعندي ويكون معايا حتى هو الابن ديالي. من بعد طلب منها حسن باش يتكلم هو وياها، وكان معصب بزاف. قال لها بغيت نسولك علاش نتيايا كنتي مع كريم. قالت لي واش تا نفس الشيء، انا مني تزوجت بالاب ديالك او قبل ما نتزوج به الوالدين ديالي حبسوني على الدراسه ديالي وما خلونيش نكمل الاحلام ديالي، وقال لك بموضوع الشرف. من بعد تعرفت على الاب ديالك وهكاك تا هو نفس الشيء داروه والديا، حبسني على بزاف ديال الحاجات وقال لك الموضوع متعلق بالشرف. ومن مات الاب ديالك نفس المشكل. قال لها شوفي انا ما بغيتكش تكوني مع حتى شي راجل اخر من غير الاب ديالي، بان الاب ديالي مات صافي غادا تبقاي هكا ما يمكنش لك تكوني علاقه اخرى. قالت ليه انا ما بيني وبين كريم حتى شي حاجه، انا وكريم غير مجرد اصدقاء فقط. هنا تعصب الابن ديالها وبدا كيغوت ويقول لها اذا نتوما مجرد اصدقاء، ليش القاضي حيد لينا الحضانه ديال جاد وعطاها الجد ديالي؟ هي تقول ليه كيفاش انت فكرتي؟ قال لها لان القاضي حتى هو كيفكر فحال الاب ديالي والجد ديالي اللي هو الاب ديالك حتى نتيا. بقات كتغوت وقالت لي واش انت ما كتثقش فيا؟ قال لها كون ما كنتش كنثيق فيك ما غاديش تلقاني معاك دابا وكنشوف فيك. حورية كتحاول انها تصحح الفكرة اللي عند الابن ديالها اللي واخدها عليها، وكتحاول انها تبين ليه بان هي ما دارت شي حاجة وما عندها حتى شي علاقة مع كريم. واخا حاولت تشرح ليه بزاف ديال المرات ولكن هو قال لها عندي نفس الفكرة. من بعد ضرباته وكانت هي معصبة بزاف. بينا هنايا منصور وهو يعقوب عفوا، هو والزوجة ديالو خارجين باش يشريو بعض الأغراض، ولكن كيحسوا بشي صوت جاي الاتجاه ديالهم او خطوات جايه الاتجاه ديالهم، وبقاو واقفين لانها ما عرفوش شكون اللي جاي لعندهم. من بعد حسن بدا كيجمع في الاغراض ديالو. الام ديالو حوريه كتقول له ما تمشيش، قال لها غادا نمشي، وطلب من الاخت ديالو باش تراقب جميع التفاصيل او جميع الخطوات ديال الام ديالو. قال لها انا غادا نخليك هنا وخاصكي تراقبي جميع الخطوات. وكانت الام ديالو مدمره وما بغاتوش يمشي، حتى الاخت ديالو ما بغاتوش يرحل من المنزل. هنا حسن من بعد ما خرج صونات لي صديقة ديالو خبراته بأن الأب ديالها تعدى عليها وهي دابا في حالتها حالة. من بعد هو يقول لها رسلي لي الموقع فين كاينه وانا غادا نجي نديك وغادا نتحاسب مع الاب ديالك على هادشي اللي داروا فيك. هي قالت لي عافاك لا، ممكن انك غير تجي لعندي فقط. صافي قطعت معاه الاتصال وبينوا لنا بان جاد حتى هوايا كيكتب رسالة للأم ديالو وكيبكي وباغي يشوف الأم ديالو. مهم رسالة كيعبر ليها على المشاعر ديالو. كريم مع حورية كيتكلموا، قال لها بانني لقيت لك عمل جديد اللي هو زوين وفيه سالير اللي مزيان. قالت ليه لا انا ما بقيتش باغا والو وما بقيتش بغيت نشوفك مره اخرى في حياتي. قالت لي ما بقيتش بغيت نشوفك على ودية الاولاد ديالي، انا ما بغيتش نخسرهم. هو وافق على القرار اللي قررته حورية، وقال لها صافي واخا. وكانت حورية مدمرة لانها غادا تفقد الاولاد ديالها بسبب هاد العلاقة مع كريم. هنا الصديقة ديال حسن جات لعندو وحسن شافها وكان معصب بزاف، وقال لها بانني غادا نمشي عند الاب ديالك وغادا نتحاسب معاه على هاد الشيء اللي دار فيك كامل. هي حبساتو وقالت ليه نتوما ما كتعرفوا ديروا حتى شي حاجه من غير انكم تستعملوا طريقه العنف. قال لها شوفي وجهك كيفاش داير، راه انا اللي شفتو. قالت ليه راه حتى انا كنت اتالم، ولكن راه ماشي هذا هو الحل اللي خاصك دير. حاولت انها تهدئه وبقات هي وياه كيهضروا. قالت لي خصنا نفكروا في شي حل اللي هو مزيان، ماشي اننا نفكروا في حل عاوتاني اخر عنفي. حوريه وهي مكمله على العمل ديالها جا عندها صاحب المقهى قال لها بان حسن راه كاين في المستودع. قالت ليه دابا اطمئنيت عليه بانه كاين معاك، عافاك خليه معاك. قال لها غير كوني هانيه. وهنا شاف بانه حوريه محتاجه العمل الثاني باش يمكن لها تجيب الابن ديالها جاد لعندها. وبدا كيشوف فيها، هو يقول لها بان مهنه التنظيف ما فيهاش الفلوس نهائيا. واش ممكن انك تزيدي مهنه اخرى اللي هي الطبخ؟ هي فرحات وقالت ليه من طبيعه الحال ممكن انني
نزيد مهنة ديال الطبخ. هادشي غادي يفيدني بزاف، وغادي يخليني بانني نخدم باش يمكن ليا نرد الابن ديالي جاد، ونكون هكا قريبة حتى من الابن ديالي حسن. وغادي تكون هنا نهاية الحلقة. نتلاقى ان شاء الله في حلقة ماجية وفيديو جديد. مع السلامة، الى فيديو قادم، الى حلقة مقبلة ان شاء الله. تهلاو في ريوسكم.